يسعد لي أوقاتكم بالخير والنور والسرور. اليوم جايبت لكم وصفة الرز بالخضار، وصفة سهلة وكتير زاكية. تقدروا تقدموا رز بالخضار جنب الدجاج المشوي أو جنب المشاوي بشكل عام أو جنب الكفتة، طريقة سهلة كتير. تعالوا نشوف مع بعض طريقة التحضير. معي هون 3 كوبايات من الرز البسمتي، نقعتهم بالمي المغلية مدة 10 دقايق بس. بعد هيك بنغسله وبنصفي، وعلى نار متوسطة معي ربع كوباية من الزيت النباتي، وبنزل عليهم الرز بعد ما صفيناه، وبضلني أقلبه على نار عالية مدة 3 دقايق. وبعد ال3 دقايق أنا ضفت له 1.5 معلقة صغيرة من الملح ومكعب ماجي، وضفت لهم 4.5 كوبايات من المي المغلية، وبنضل نقلبهم، وبعدين نتركهم على نار عالية حتى تغلي المي تماما وينشف شوي الرز. شوفوا كيف بعد ما شوي بلش ينشف الرز أنا وطيته وخليته على نار هادية وغطيته، وبنتركه تقريبا نص ساعة أو حتى يستوي الرز. معي هون الخضار على نار متوسطة، أنا حطيت 2 معلقة من زيت نباتي و2 معلقة من الزبدة، ونزلت عليهم 1 كوباية من البازلاء و1 كوباية من الجزر المقطع، وضليت نقلب فيهم مدة 10 دقايق. بعدين نزلت عليهم 1 كوباية من الفطر الفريش، ومعي هون الفليفلة الملونة الخضراء والصفراء والحمراء، حبة من كل نوع. فرمتهم ونزلتهم مع الخضار، وبضلني أقلب فيهم تقريبا مدة 3 دقايق على نار عالية. بعد هيك أنا ببهرهم بالفلفل الأسود، معي نص معلقة صغيرة فلفل أسود، ومعي معلقة صغيرة من الهيل المطحون، وربع معلقة صغيرة من الكركم، وبنقلبهم مع بعض. وبعد هيك بملحهم ب1.5 معلقة صغيرة من الملح، وبضيف عليهم نص معلقة صغيرة من البهار المشكل، وهي إضافة اختيارية 1 معلقة كبيرة من صلصة الصويا، طبعا فيكم تستغنوا عنها. ونقلب كتير منيح تقريبا مدة دقيقة، وبنرفعها على النار. وهذا الرز عنا بعد ما استوى بضيف عليه الخضار اللي عملناها، وبقلبها شوي شوي حتى تتجانس المكونات كلها مع بعض. وبس هيك بيكون طبقنا لليوم صار جاهز. طبق كتير سهل وبسيط، وجربوا رح تحبوا. وبس هاي كانت وصفتنا لليوم. يا ريت إذا عندكم أي تعليق أو أي سؤال حطوا لي إياه بالتعليقات أسفل الفيديو، وبدي دعمكم للقناة بلايك وشير وسبسكرايب حتى يوصلكم كل جديد، وصحتين وعافية على قلوبكم جميعا.